هل تعلم أن من بين أكبر المستفيدين من المشاريع العملاقة في المغرب شعب لن يخطر على بالك أبداً؟ بل الجواب سيصدمك، فقط انتظر ثواني. ملاعب عالمية، قطارات فائقة السرعة، موانئ ضخمة، كلها مشاريع مغربية رائعة. لكن الحقيقة المذهلة هي أن من بين أكبر المستفيدين من هذه المشاريع هم الشعب الجزائري. كيف ذلك؟ الأمر بسيط جدا. كلما تقدم المغرب وبنى مشاريع عملاقة، كلما ازداد الضغط الشعبي داخل الجزائر. المواطن الجزائري ينظر ويقول: نحن دولة بترولية، مع ذلك لا نعيش مثل دبي أو قطر أو حتى ليبيا جارتنا قبل الحرب، والمغرب بلا بترول، لكن لديهم ملاعب عالمية ومشاريع ضخمة، وأصبح قوة يحسب لها 1000 حساب في إفريقيا. هذه المقارنات تجبر النظام الجزائري على الاهتمام بشعبه أكثر. الضغط من الداخل أقوى من أي ضغط خارجي. إذن المغرب لا يبني فقط ليبني نفسه فقط، بل يبني أيضاً لمستقبل المنطقة ولتحقيق السلام. إذا أعجبك هذا التحليل، اضغط إعجاب واشترك في القناة لمزيد من المحتوى المثير، وشاركنا رأيك في التعليقات. هل تتفق مع هذا التحليل؟